تبعك او يسوي لك اي فد شغله بيك. خليها ببالك راتبك مهما كان كبير ما راح يكفيك اذا ما كنت تعرف تتعامل ويا الوقت وشلون ترتب وقتك وشلون ترتب مصاريفك. فالوضعيه كلها معتمده على اليه صرفك للفلوس وشلون راح تسوي الادخار وشلون راح تطلع مثلا فد مبلغ محدد من راتبك لحتى تصرفه للحالات الحرجه وكم سوالف لخ. هذه السوالف كلها ما راح تقدر تسويها اذا كان راتبك ثابت على مدى يمكن اكثر من 10 سنين. اذا كان راتبك هو واحد وعلى نفس الرتم ال10 سنين او 15 سنه راح الوضعيه هاي كلها تتخربط لان راح تظل برتم ثابت. انت ما راح تقدر تسوي اختصاص الطبي يعني ما راح تقدر تصعد بالليفل فوق او ما راح تقدر تصعد بالمستوى فوق، راح تظل ثابت بنفس المستوى مالتك. وبصراحه اذا كان قانعك موضوع الراتب وذاته مو من النوع اللي يحب يدخر او مو من النوع اللي يحب يتطور من الناحيه الماديه ومو شغله عيب ابدا، فهي حياتك وهي حريتك. انا ما دا افرض عليك رايي وانصحك اصلا انه تقدم للاختصاصات اللي تريدها اللي بها تعيين مركزي اذا كان يقنعك هذا الراتب، لان انا اعرفه هوايه ناس موظفين مرتاحين بالوظيفه مالتهم، مرتاحين بالراتب اللي يستلموا، متزوجين وواصلين لمرحله الاستقرار اللي هم يردوها، بس على حساب كوما شغلات. ما اقدر انكر هاي النقطه همين. فانت اذا كان ببالك انه تشتغل بنفس الراتب هذا وتبقى بالفد مده معينه من الزمن من حياتك فمو مشكله انه هي هاي حياتك، وانا ما دا افرض عليك رايي هنا، بس دا اوضح لك النقاط انه انت ما راح تقدر تسافر مثلا. العطل مالتك مقتصره على عطل نهايه الاسبوع والعطل المرضيه، ما راح تقدر تسافر باي وقت يعجبك، وما راح تقدر مثلا تدخر فد مبلغ كبير من الراتب مالتك. ليش؟ لان راح تكون على عاتقك هوايه مسؤوليات، مصاريف ذهابك مثلا للدائره هاي من تحتاجها مثلا فد 100,000 200,000 بالشهر. فانا بصراحه ما اشجع على الوظيفه اللي يبقى بها راتبك نفس الراتب على مدى مثلا 15 سنه او 10 سنين او حتى 5 سنين. الوظيفه اللي ما بها تطور لا خبراتك ولا تطور الك انا ما انصح بها ابدا، لان انت برتم تصاعدي وانت مو بحياه ورديه ولا بعالم وردي. العالم كلش صعب، العالم يحتاج انه تتطور وياه مثل ما هو دا يتطور. اذا بقيت على الجيل القديم وبقيت على الرتم نفسه وما لحقت انه تلتحق بالعالم اللي دا يتطور فراح تظل على نفس الحال اللي انت بيه وممكن انه توصل للحال الأسوأ. بس اذا انت كنت مقتنع بنقيض كل اللي ذكرته هسه اني وما عندك مشكله بالموضوع وما عندك مشكله مثلا اذا كان ادخارك يكون شبه ميت ومتقبل الوضع، فجدا انصحك بالاختصاصات اللي انت تريدها اذا كان تعيين مركزي او غير التعيين المركزي. يعني بهذا الفيديو انا ما جاي افرض عليك رايي ولا جاي احاول انه امشيك على حسب كلامي او وجهه نظري. هذا الفيديو هو كله الك. المهم عندي والشغله اللي خلتني اسوي هذا الفيديو انه تطلع انت بنتيجه وخلاص. هاي حتى لو طلع واحد منكم بنتيجه فانا راضي جدا وراح اقدر انام وانا مرتاح. زين، بالنسبه للي ما مقتنع بالقطاع الحكومي هو يريد يشتغل لحتى يحصل فد اجر زين او دخل زين او يعني يريد يعيش بكل بساطه، فشنو الخيار الانسب او شنو الخيار الثاني او شنو الخيارات المطروحه له اصلا؟ الخيار الثاني اللي هو القطاع الخاص. الحلو بالعراق انه بعد ارض خصبه وبعد ما تم استغلاله من قبل المشاريع او من قبل الشركات الاهليه، لان بعد ارض خضراء بعد لم يتم استغلالها بشكل صحيح، بحيث هسه اذا تلاحظ اي شركه تشتغل برتم صح راح تشوف طقتها هيك تطق فجاه للستار. وابسط مثال على هذا هي شركه فايكنج برجر، وكاله اللي موجوده باغلب محافظات العراق. سووا فيديو عليها لو ايساهي واكيد شفت الفيديو مالته، واذا ما شفتوه فروحوا شوفوه كلش مهم وكلش حلو وهمني يونس. فالمقصد من الكلام انه العراق بعد ارض خصبه اي مشروع بيه هسه اذا اشتغل بشكل صحيح راح يطق طقه للستار. ليش؟ لان ما بيه هوايه مشاريع، وتقريبا القطاع الخاص بالنسبه لنا يعتبر شيء جديد نسبيا للعراق، لان اغلب الشباب هسه جاي تميل للقطاع الحكومي وللوظائف الحكوميه وجماعه التعيين المركزي والى اخره من الامور، فضاربين القطاع الخاص بعرض الحائط وما حدا يشتغل به. فانت تقدر تستغل هاي الفرصه وتقدر تروح تتوجه للقطاع الخاص بما انه الفرص اللي موجوده به كلش هوايه والناس اللي تشتغل به كلش قله. الحلو بالقطاع الخاص واللي يميز القطاع الخاص عن القطاع الحكومي هو انه القطاع الخاص ما راح يشغلك اذا انت ما كنت قابل مثلا لتعلم المهاره او قابل لتطوير مهارتك. يعني قبولك بالشركه الاهليه او بالوظيفه بالشركه الاهليه تقريبا ب 80% يعتمد على سرعه تعلمك وطريقه اكتسابك للمهارات المطلوبه خلال هذا العمل. انه انت مجبر لانه تطور نفسك ومجبر لانه تطور مهارتك، لان تطورك هو تطور الشركه وتطور الشركه راح يرجع لك انت، فالاثنين بتطورهم راح يفيدون بعض. انه انت المستفاد من تطور الشركه لان الشغل راح يكون اقوى وراح تتعلم مور اكسبيرينس، والشركه همين راح تستفاد من تطورك لان راح يكون عندهم موظف عنده اكسبيرينس قويه حول الشغل اللي هو دا يشتغل به. والفرص اللي راح تجيك لما تتطور فرص خرافيه. الفرص حرفيا كل فرصه ممكن انه تجيك من خلال تطورك هو فرصه عظيمه، والراتب مالتها راتب حتى الموظف ما يحلم به. والحلو ايضا انه الوظائف موجوده بكل اختصاص انت تريده. هواي اكو مراكز شاغره لحد الان، هواي اكو مراكز يحلمون الشباب انه يشتغلون بها، بس الصعوبه بالموضوع هو شلون تلقاها. اصعب شيء بالقطاع الخاص هو انه شلون توجد الفرصه اللي انت تريدها. بس لا يرسم لك من خلال كلامي انه القطاع الخاص هي فالجنه اذا عشت بيها او اذا طبيت لهذا القطاع راح تعيش وتصير ملك زمانك. لا خالص، الوضعيه مو هيك، على العكس تماما. انه انت بالقطاع الخاص تحتاج تبذل جهد مو طبيعي، راح تنشق لحتى تنجح، راح تنشق لحتى توصل للفد شيء بالقطاع الخاص. يعني اذا انت تريد تنجح او توصل للفد مكان محدد لازم تنشق وتتبهدل لحد ما اقول لك، بس حرفيا
ولهذا السبب اسمي اهل التعيين المركزي بالكسالة، لان الحياة السهلة او الوظيفة السهلة راح تجيب لك فد شيء يمشي حالك لا أكثر. لما طبيت العالم الوظائف وعالم القطاع الخاص اقتنعت تماما بمقولة من جد وجد ومن زرع حصد. شفت انه العالم اللي احنا عايشين به مو فد عالم سهل ابدا، بالعكس وعلى النقيض تماما، عالم ابدا مو وردي، عالم صعب جدا. اذا تريد تنجح وتريد توصل لفد مكان لازم تتعب وتتبهدل وتنشق وتصرف وقت وتشيب، حرفيا ينلعب بك طوبة يلا توصل للمكان اللي انت تريده. وهو هذا الصحيح. ليش؟ لأن الأساس الضعيف يبني لك مستقبل ضعيف، والأساس القوي يبني لك فد مستقبل قوي. يعني أنت إذا تعبت بشكل صحيح وأنت دا تبني الأساس مالتك الوظيفي راح تحصل على فد مستقبل مزدهر ومستقبل زين ويرضيك. زين هل فعلا أحتاج إنه أكون دكتور أو طالب بمعهد نفط لحتى أحصل فد راتب يرضيني ويعيشني عيشة كريمة؟ راح أحكي لك فد تجربة أنا عشتها شخصيا وأنت قرر جوابك من يمك. بعد قبل أسبوع سويت ميتنج ويا واحد من الأشخاص المبرمجين على مود يسوي لي فد تطبيق معين. التطبيق راح تعرفونه مستقبلا لا تخافون. ردت انه يسوي لي في التطبيق معين، حرفيا طلب $700 على الشهر الواحد اللي راح يشتغل بيه. واحذر البرنامج ايش قد راح يطول شغله وياه. 5 اشهر على $700، يعني بالقليل بحسبة 7 في 5 $3500 راح يستلم من يمي على مود برنامج واحد وبرنامج بسيط. الشغل مالته ما راح يكلفه يمكن 5 أو 6 ساعات من يومه، يقدر يشتغله قبل لا ينام، يقدر يشتغله اول ما يقعد، يقدر يشتغله وهو يسبح، يعني كودينج وبرمجه ويشتغله من البيت وما يحتاج انه يصرف ذاك الجهد والوقت الاسطوري اللي يصرفه مثلا الدكتور او يصرفه طالب المعهد نفط لما يصير عامل بحق النفطي. يا اخي 700 وهو صديقي. قلت له زين ايش قد تاخذ للغريب؟ قال $1200 على الشهر الواحد او $1000 على الشهر الواحد، واحسب انت ايش قد يصير على 5 اشهر. يعني على البرنامج الواحد ممكن انه ياخذ من $5000 الى $6000. وهل هذا الشيء قليل؟ هل هذا الشيء ممكن انه يحصله الدكتور؟ هل هذا الشيء ممكن انه يحصله العامل بمعهد نفطي؟ زين عوف البرمجه على صفحه. اذا اشتغلت مثلا مسوق بوحده من الشركات اللي تبيع منتجاتها، تبيع هذه الشركه مثلا 100 قطعه باليوم، انت اتفاقك وياهم على انه انت تسوق لهم منتجاتهم بس تاخذ مثلا 1000 على القطعه او 2000 على القطعه. اذا تاخذ 1000 على القطعه وانباعت 100 قطعه باليوم راح تاخذ 100,000 ربح صافي باليوم، واذا كان 2000 راح تربح 200,000. يعني كل 10 ايام راح يطلب لك من 1,000,000 الى 2,000,000، وهذا فشي رهيب. عوف التسويق. انت مهندس معماري وشغل مالتك وتصاميمك فشي خرافي واسطوري، راح اشوف الشركات تجيك بالعقود وكل عقد خرافي حتى ما تتخيله، لان العراق بعد ارض خصبه، والناس اللي تطب للعراق المستثمرين من الخارج او المستثمرين من الداخل مستعدين انه يدفعون فلوس يا ابو فلوس لحتى يوظفون. وهذا غير من الوظائف البقيه. عندك وظيفه الاخراج مثلا، عندك صناعه التطبيقات، عندك صناعه الافلام، عندك كم وظائف لحد الان عندنا نقص بيها، فتقدر تشتغلها وتقدر تبني بيها مستقبلك. زين اول سؤال راح ينطرح بالتعليقات وهذا متاكد من يمه، شلون القى هاي الفرصه اللي تصل لك ساعه تحكي بيها؟ شلون ممكن انه القى فالشخص يوظفني ويعطيني راتب $1000 بالشهر؟ هاي شغلتك، هذا اصعب جزء بشغلتك، هذا البارت الوحيد اللي انت لازم تتعب نفسك بيه، وتتعب نفسك اكيد يعني بالمقابله وشلون تخليهم يقبلوك. هنا اللعبه انه انت تروح المركز المدينه مالتك اللي ساكن مثلا اذا كنت ساكن بالناصريه على سبيل المثال، مو قاعد بسوق الشيوخ وتدور على فرصه عمل بشركه مثلا كمونتير. تعرف انه هذه المناطق النائيه بعدها شوي تتطور، واغلب الوظائف اللي بيها هي وظائف حكوميه، فانت لما تريد وظيفه قطاع خاص، وظيفه ترضيك، وظيفة راقية، وظيفة زينة بيها الراتب والداخل إلك فد شيء قوي، يحتاج أن تروح للمركز المحافظة، لو تروح للعاصمة، لو تروح لأربيل، وتدور هناك الفرص مالتك راح تكون مزبلة. زائدا بالجروبات مال التلي يا أخي، جروبات التلي والوظائف اللي تنطرح بيها حرفيا مزبلة. يعني حرفيا لما نطلب الجروب تلي واشوف الوظائف اللي جاي تنطرح بيها، أنا شخصيا أقدر أشتغل بيهن أصفن. شنو راتب 1,500,000 على مود فالشغلة أقدر أقضيه ب4 ساعات؟ شنو 2,000,000 على مود فالشغلة يمكن تاخذ مني 8 ساعات باليوم؟ يعني فشي كلش حلو تنصدم لأن الشباب ما تعرفه. فالمشكلة الكبرى بالاختصاص هذا وبالقطاع الخاص مالتنا انه التسويق لهاي الوظائف هي ضعيف. فالمشكله الاكبر اللي يواجهها الشاب بطريقه البحث وبطريقه انه شلون يلقى الوظيفه هذه المتاحه له. فتقدر تروح لاي اختصاص على حسب فدلسته هسه راح اعطيك اياها، تروح تختار الاختصاص اللي يعجبك وتروح تدور على الوظيفه حتى اذا كنت وانت تشتغل. يعني انا بهندسه الحاسبات، انا حاليا مرحله ثانيه واقدر اشتغل مرحله ثانيه، او اعرف اصدقائي بالجامعه مرحله ثانيه ومرحله اولى وكانوا يشتغلون بالاختصاص مالتهم، مو يشتغلون بعيد عن اختصاصهم. يعني مو يشتغل لي بس هو مهندس حاسبات، لا يشتغل مثلا بشركه مال برمجه، هو مبرمج بهندسه الحاسبات. يعني فالشيء لوز. وركز لي همين على الاختصاصات التكنولوجيه الجديده اللي تنطرح هسه. عندك مثلا ميكاترونكس، عندك هندسه الحاسبات، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني. هذين اختصاصات جديده وسوقهن بعده مفتوح، وسوقهن كلش حلو، يعني بيه مستقبل زين، فممكن انه تبحث بيهن وتدور عليك على فرصه